في فيديو النهارده بقى صاحبي اعلمك ازاي تعمل تصميم رمضان الجديد ده وبطريقه سهله جدا. التصميم ده يا جدعان لما نزلته طلب مني كتير قوي، اعلمك ازاي تعمله يا صاحبي وبطريقه سهله. قبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله، وانت يا صاحبي لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق، وبعد كده يا صاحبي اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للبرامج والخلفيات اللي انا بستخدمها هتلاقيها في اول تعليق وفي الوصف. تمام كده تمام. كل اللي عليك هتدخل على برنامج تون ارت يا صاحبي، عشان اول حاجه تعملها تحول الصوره بتاعتك لكرتون. ركز معايا الشرح سهل جدا. بعد كده يفتح معاك بالواجهه دي كده. كل اللي عليك هتختار تون 31 عشان تحول الصوره بتاعتك لكرتون. ممكن يجيب لك اعلان هتتخطى الاعلان عادي، هتلاقيه جاب لك الصور اللي على الموبايل بتاعك كلها. كل اللي عليك هتختار الصوره، واول ما تختارها هتعمل تحليل للوجه. هتختار الوجه كده يا صاحبي اهو، بعدين تضغط على علامه الصح دي كده هيبدأ يحول الصورة الكرتون. بعد ما حولها الكرتون يا صاحبي هتضغط على كلمة حفظ. بس كده كده أول خطوة عملناها بطريقة سهلة جدا. بعد كده بقى ندخل على برنامج بيكس ارت بتاعنا عشان ندمج الصورتين مع بعض. يعني سايب لك أكتر من 6 خلفيات في الرابط اللي في الوصف برضه، يعني الرابط اللي مع البرنامج هو اللي مع الملصقات. أعلمك في آخر الفيديو ازاي تحمل عادي جدا. طيب كل اللي علينا هنضغط كده ونختار الصورة اللي احنا هنشتغل عليها. جرب وليكن مثلا على الصورة دي كده. كل اللي عليك بتفتحها الأول على البرنامج، وبعد كده بتعمل إضافة صورة وتضيف الصورة اللي انت حولتها الكرتون. ركز معايا. وبعدين تضغط على كلمة إضافة، وبعدين تضغط على علامة محايل اللي فوق وتضغط على أول واحدة. هتلاقي مسح لك الخلفية زي ما أنت شايف أول ما تضغط عليها، بس طبعا لازم تكون فاتح نت وكده. جيب الراس كده يا صاحبي هنا على الجسم بالشكل ده. أنا عايزك أنت تظبط على مهلك، بس أنا يعني بشرح بسرعة عشان ما تقولش عليك. وتبدأ تمسح الزيادات. بص تمسح الزيادات كده أهو، أي زيادات تمسحها، وبعدين تضغط على علامة الصح. بعد كده تضغط على كلمة تعديل ألوان وتيجي على الإشباع تزوده سيكا. هتلاقي الصورة كلها مشيت مع بعض وبطريقة سهلة جدا كده يا صاحبي. علمتك تعملها وبسرعة قوي. طيب ازاي بقى تحمل من اللينك؟ ركز معايا كده يا رايق عشان الناس اللي بتقول لي مش عارفة احمل. جبت لكم طريقة التحميل. كل اللي عليك بتضغط على اللينك اللي في الوصف او في اول تعليق، هيفتح معاك الواجهة دي كده. هتعمل ايه بعد كده؟ تيجي نازل تحت يا صاحبي، تحت في المقالة خالص طبعا هنا بيشرح لك التطبيق بيعمل ايه وكده اهو. لتحميل التطبيق للاندرويد اضغط هنا، والتحميل للايفون اضغط هنا، وللملصقات رمضان اضغط هنا. مثلا انت عايز ملصقات رمضان تضغط على كلمه هنا، وبعدين تضغط على الاكس اللي على الشمال فوق. بعد ما تضغط عليها تنزل تحت يا صاحبي، هقول لك استنى 30 ثانيه. اول ما ال 30 ثانيه يعدوا هتضغط مكانها كده، هتلاقي بيقول لك للتحميل، وهينزل معاك من ميديا فاير. طريقه سهله جدا كده يا صاحبي. علمتك ازاي تعمل صوره رمضان بطريقه سهله وتصميم محدش عمله. فاعمل لايك لاخوك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك، وبالتوفيق للجميع.